ليه بالغالي نشتريها طالما نقدر نعملها في البيت بأقل الإمكانيات؟ شايفين كل الكمية دي من 2 كيلو ونص المشمش وجمال المشمش، وكمان هخزنه لرمضان. عايزة اقول لكم قوامه كده حلو وكريمي معايا، الطعم كده مظبوط، لا هو مسكر ولا هو حادق معايا. يلا بينا كده، كل الناس اللي لسه ما عملتش المربى تيجي تدخل كده على الفيديو وتسمعوا كويس جدا. هقولك على كل الاسرار اللي هتحتاجيها، والسر بقى في مكون واحد بس هنضيفه هيخلي المربى بتاعتنا عسل. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش في لايك حلو وكومنتات كتير، ويا ريت اللي يجرب الوصفه يكتب لي في الكومنتات ويقول لي كده ايه رايكم. كان عندي كده كميه حلوه كده من المشمش، مستخدمه 2 كيلو ونص، والمشمش ده كان مستوي، يعني كده كان يعتبر قرب يبوظ. لحقته كده، كان عندي كميه حلوه في التلاجة، بدات افصصه. وطبعا الافضل في الوصفه دي ان المشمش يكون مستوي. لو اشتريتيه وكان عندك لسه ناشف سيبيه كده بره التلاجة يوم او 2، هتلاقيه استوى معاكي. اما لو دخلتيه في التلاجة مش هيستوي وهياخد معاكي فترة طويلة. طبعا وفي حالة مش موجود المشمش المستوي وما عندناش وقت نسيب المشمش لحد ما يستوي، هنعمل ايه؟ هنستخدمه عادي، بس النتيجة مش بتكون افضل حاجة. بعد كده ما خلصت كل الكمية، تعالوا كده اقول لكم مقدار السكر المظبوط. نظرا ولاني عاملة دايت فمش بحب الحاجة المسكرة، وكانت نفسي رايحة للمربى. 2 كيلو ونص من المشمش هضيف لهم كيلو من السكر. ده كده بيبقى المربى مش مسكرة، اقل من المسكرة حبة. وطبعا لو انت عايزاها زي بتاعت السوبر ماركت يبقى هتضيفي 1.5 كيلو من السكر. يعني ال2 كيلو ونص من المشمش هياخدوا 1.5 كيلو من السكر. اتفقنا؟ اتفقنا. اما نظرا لان انا عامله دايت يبقى استخدمت كيلو. هبدا اقلب كويس جدا جدا، انا عايزه كده السكر يغلف كل المشمش اللي عندي، يعني علشان اخد نتيجه مظبوطه. وطبعا بعد ما نقلب التقليبه الاولى مش هنيجي جنب الحله ولا هنقلبها تاني، علشان انا مش عايزه المربى تسكر معايا. كتر التقليب بيخلي المربى تسكر. هسيبها كده حوالي ساعتين لحد كده ما تنزل ميتها، والمشمش ينزل المية بتاعته والسكر يختفي معايا تماما ويدوب. هبدأ كده ارفعه على النار، وفي اللحظة دي الخطوة دي اهم لحظة علشان ناخد نتيجة مظبوطة والمشمش ما يبص معانا. وفي ناس كتير بتشتكي ان المشمش او المربى عمرها ما بتبقاش طويلة معانا، يعني كده شهر 2 وبيبقى كده زي الفل. لا، ده احنا نعملها من السنة للسنة. انا عملت معاكم مربى الفراولة وفعلا الناس جربتها وعجبتها جدا وكان طعمها حلو قوي. فحبيت النهاردة كده اشارك معاكم مربى المشمش وهقول لكم على كل التكات. علشان ما يتحرقش معاكي، وكمان علشان تعرفي تطلعي كل الرغاوي وتشيلي كل الريم اللي عندك. علشان نحافظ على المربى اي ان كان نوع المربى، اهم حاجة تبقى النار هادية جدا، واي ريم يخرج معاكي لازم نشيله كده بالمعلقة. وطبعا في اللحظة دي ما نمشيش ونسيب المربى خالص، ده اهم حاجة نبقى واقفين جنبيها. كل حبة من الريم اللي يتكونوا لازم نشيلهم. في نظرا انك انت ما شلتيش الريم وسبت المربى لحد ما تستوي، عمرها هيبقى قصير جدا. ازاي نحفظ المربى؟ بنحفظها في الفريزر، بنحطها في برطمانات ازاز عادي ما بتتكسرش ولا اي حاجة، وبنحطها في الفريزر. وقبل كده ما نستخدمها او ما ناكلها بنطلعها قبليها بساعة علشان تفك وهتبقى معانا زي الفل. هنا كده بعد ما كان عدى حوالي ساعة على المربى على النار، انا حباها كريمي قوي فبدأت كده بالمعلقة ابدأ كده اهرسها هرسة بسيطة. هي طبعا كانت من كتر الغليان وان المشمش كان بتاعي مستوي فما اخدتش معايا وقت. طبعا لو انت حباها كريمي قوي يبقى اضربيها في الخلاط، حباها زي كده بتبقى زي الفل وحلوة ومظبوطة، وقطع المشمش كده بتدي تطعيمة حلوة قوي. شفتوا؟ يعني ايه الموضوع سهل وبسيط. 2 كيلو ونص من المشمش اخدوا معايا 1.5 كيلو من السكر، بيبقى مظبوط. لو انت عامله دايت ومش حابه الحاجه مسكره هتبقى 2 كيلو ونص من المشمش اخدوا معايا كيلو من السكر. بعد كده ما استووا وكانوا تمام وزي الفل، السر بقى هنا هبدا اضيف نص معلقه من ملح الليمون. مسافه ما اضيف ملح الليمون هبدا اقلب تقليبه بسيطه، هتلاقي القوام تقل معانا وبدأ اللون كده يبقى مركز اكتر، وهنقلب ونقفل. بلاش نسيبها كتير في اللحظة دي علشان ما تمررش معانا. طبعا لو انت مش متعودة تعملي المربى ومش عارفة تختبريها ازاي، اول كده ما تحسي ان المربى دابت معاكي وقصرت شوية في الحلة، هتبدأي كده تاخدي حبة في الطبق
وتسيبيهم لمدة دقيقتين لحد ما يبردوا، وبعدين تعملي خط في النص. لو لقيتي ان الخطين ما بيجروش او ما بيلزقوش في بعض بسرعة، هتبقى كده استوت معاكي. انا كده هشرح لكم، بس المشكلة ان انا بجيب من الحلة يعني ما كانتش بردت معايا، بس الاهم طبعا تبرد. وفي لحظة ما نسوي المربى بلاش نقلب كتير، كتر التقليب بيخلي المربى تبقى مسكرة جدا. تعالوا كده هقول لكم انا بقصد ايه. لا اله الا الله. بتجيبي حبة مربى وعلى المعلقة وتبدأي تختبريهم، لو حسيتيهم كده انهم يعني ما بياخدوش وقت قبل ما يلزقوا، يبقى كده مظبوطين. بس اهم حاجة تسيبيها 5 دقايق في الطبق، نظرا لان انا كنت باخد من الحلة، بس انا عارفة قد ايه مستوية، فكانت مظبوطة معايا ومستوية. هبدأ اقفل عليها النار ومش هعبيها خالص في البرطمانات الا لما تبرد تماما تماما. وكده تبقى شكل المربى بعد ما بردت معايا. اللهم بارك، القوام بتاعها تحفة، متماسكه، لا هي كريمي خالص ولا هي مثلا فيها كتل او اي حاجه. شايفين كل الكميه دي من 2 كيلو ونص، يعني انا دول هيقضوني لحد رمضان باذن الله، بيبقوا مظبوطين. جبت كده عيش توست وبدات كده افرد لكم عشان اوريكم قد ايه كريمي معايا ومش مسكره ابدا، طعمها حلو. عجبت كل اللي عندي وعجبت الاولاد. يا ريت اللي يجربها بنفس طريقتي ما ينساش يكتب لي في الكومنتات ويقول لي كده ايه رايه في الطريقه. واتمنى كده ان يبقى ضيفه دايما خفيفه عليكم وتجربوا وصفاتي. وما تنسوش دايما اللايكات، وكمان تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم. عظمه يا جدعان، حاجه كده اللهم بارك تفتح النفس. والبرطمانات ما شاء الله طبعا غسلينها ومعقمينها بالميه السخنه، هحفظهم في الفريزر ولا يجرى لهم اي حاجه من السنه للسنه، هيفضلوا معايا ولا اي حاجه هتحصل لهم.